النهارده هقول لكم السر في ان انت تخس بشكل صحي وثابت وما ترجعش الوزن اللي انت نزلته مره ثانيه. السلام عليكم. النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدا، هو احنا ليه بنعمل دايت ومش بنخس؟ كتير مننا بيسال نفس السؤال ده بعد ما يكون جرب محاولات دايت كتيره جدا، سواء من على الانترنت او من اصدقائه اللي ماشيين على انظمه دايت فعاله، او من ناس ماشيين مع اخصائي تغذيه وجايب معاهم نتيجه كويسه جدا، فباخد النظام بتاعه واطبقه على نفسي ولكن ما بشوفش نفس النتيجه اللي هم كانوا فيها. طيب خليني اقول لك هنا ببساطه ان المشكله مش في الدايت نفسه، المشكله في ان حضرتك تختار نظام دايت مناسب لحالتك الصحيه، نمط حياتك ولطبيعه جسم حضرتك. معاكم دكتوره منال جلال، استشاري تغذيه علاجيه. النهارده هقول لكم السر في ان انت تخس بشكل صحي وثابت وما ترجعش الوزن اللي انت نزلته مره ثانيه. السر هنا في التشخيص. يعني ايه؟ يعني انا علشان ادي حضرتك نظام غذائي مناسب لازم اعرف الحاله الصحيه، الحاله النفسيه، العادات الغذائيه بتاعت حضرتك، الروتين اليومي لقياسات حضرتك. طيب انا عايزه اعرف الكلام ده كله ليه؟ لان كل دي عوامل مهمه جدا جدا ومؤثره في النظام الغذائي اللي انا بديه لحضرتك، او مؤثره في استجابه حضرتك للنظام الغذائي اللي انا بديه. على سبيل المثال لو انا عندي مقاومه انسولين، فانا لازم ادي حضرتك نظام معين، ما ينفعش اديلك اي نظام وخلاص، لازم اديك نظام بيقلل السكر في الدم، بيحسن استجابه خلايا حضرتك للانسولين، وبالتالي بيعالج حضرتك مقاومه الانسولين ويزود الحرق عند حضرتك، وبالتالي جسمك يستجيب للدايت بشكل كويس. طيب عندي مشكله تانية زي فيتامين د مثلا وانيميا، لازم اعالجهم برضو بفيتامينات ومكملات غذائيه علشان اضمن استجابه حضرتك للدايت بشكل فعال ويحسن الحرق عند حضرتك، وهكذا. حد تاني عنده مشكله نفسيه وستريس وده مسبب له شهيه مفتوحه، لازم اعالج له العامل النفسي الاول او اعالجه مع الدايت بتاعي، علشان مهما اديته انظمه غذائيه شهيته مفتوحه مش هيقدر يلتزم بالنظام، وبالتالي لازم اعالج المشكله من جذورها.